تحية مشاهدينا لكم عشاق ومحبي كرة القدم في كل مكان، ونتمنى لكم مباراة كبيرة في هذه الأجواء. فارس عوض محدثكم من كابينة التعليق في تغطية لمجريات هذا اللقاء. لقاء اليوم يأتي ضمن لقاءات مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا. فريق براغا في مواجهة الميرينغ ريال مدريد، مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. بيرلا ميندي، ديفيد ألابا، تصل إلى كارفخال، كرة عن بيلينغهام، فينيسيوس يتحرك ثمينة ويفتح اللعب ويطلب الكرة. فرصة خطيرة للتقدم في النتيجة. أوه على هذه الكرة، هدف مبكر هنا لافتتاح شريط الأهداف. نتابع إعادة الهدف ونشوف القوة الكبيرة في التسديد، قوة لكن كان فيها دقة، فيها توجيه أيضا تجاه المرمى. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. رودريغو، فينيسيوس جونيور، كرة تصل لتوني كروس، لوكا مودريتش، هنا إلى رودريغو، فرصة أمام رودريغو، الحارس يتصدى لهذه الكرة بسهولة، بشدة الكرة، فرصة خطيرة الآن، تصدي من الحارس، ما زالت الكرة مستمرة، راحت الخطورة، انتهى التهديد، تتحول السيطرة هنا، فاول على ريال مدريد. تألق كبير من حارس المرمى. رودريغو الآن مع مودريتش، كرة مع فالفيردي، توني كروس، انطلاقه، فرصة أمام فينيسيوس، أي هدف هذا! الآن النتيجة تقدم بفارق الهدفين. شوف الإعادة، انطلق لوحده، لم يتمكن أحد من إيقافه، استغل المساحات، سجل بمجهود فردي. يا سلام على هذا الهدف. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن 2 مقابل لا شيء. الحكم يعطي الأفضلية لريال مدريد. خطأ بعد خطأ، وهذه المرة تأتي الصافرة وتعلن عن المخالفة. الضغط العالي الناجح هنا، والآن ممكن أن تأتي الفرصة. فالفيردي، حكم المباراة يضيف دقيقة واحدة كوقت بديل. ضربة حرة مشاهدينا تمنح لفريق الميرينغ. كارفخال. إذا مشاهدينا متابعينا، الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول، فاصل قصير ثم لنا عودة. والشوط الثاني ينطلق مع نتيجة تشير لتقدم مريح لمصلحة فريق ريال مدريد. بيلينغهام، دانيال كارفخال، وصلت لرودريغو، تحول في الاستحواذ، بروما، لوكا مودريتش، بيلينغهام، اعتراض ناجح هنا لهذه اللقطة، كرة هدف في هذه اللحظات، تسديدة قوية على المرمى لكن بدون دقة في التسديد، راحت الكرة بعيدة بدون ما تشكل خطورة.
تعود إلى ريال مدريد. بيلينغهام، فرصة أمام المرمى، لابد أن يتصرف. الله على الحارس. بروما، تمريرة واحدة قد تصنع الفارق الآن. البحث عن تقليص الفارق، كرة في مكان. فينيسيوس جونيور، هنا إلى رودريغو. الآن مع رودريغو، فرصة أمام رودريغو، تصدي هنا لكن دون إبعاد للكرة. والآن وصلنا لنهاية هذه الفرصة. نلعب الآن في الدقائق الأربع الأخيرة. فرصة تقليص الفارق الآن. هدف تقليص الفارق كان متأخرا، لكن المباراة لم تنتهي بعد، ما زالت صافرة النهاية. ضغط كبير في اللحظات القادمة. شوف اللقطة، شوف الهدف اللي كان قبل النهاية، فارق هدف واحد الآن. صعب العودة، لكن كل شيء ممكن في اللحظات الأخيرة. تبديل هنا في صفوف ريال مدريد. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. إذن هذا كل شيء، صافرة النهاية تأتي. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في كل مكان. ليلة جميلة وطقس رائع في الحقيقة. من كابينة التعليق معكم فارس عوض. نشهد اليوم مباراة في مرحلة المجموعات من دوري الأبطال. نتمنى بأن تكون مباراة مثيرة وممتعة، مباراة مهمة جدا بدون شك، لأن دور المجموعات هو مفتاح كل بطولة، وفي خبرة خاصة لتجاوز هذا الدور وتجميع أكبر قدر من النقاط بالشكل اللي يضمن استمرار الفريق في البطولة حتى الأدوار الإقصائية. المباراة تنطلق عند ريال مدريد. فينيسيوس جونيور، لوكا مودريتش، حلول كثيرة متاحة بالنسبة للوكا. الآن مع فالفيردي، مستحيل، هدف على الطاير يسجل الآن، حطها في المرمى، كرة ولا أروع. الله عليك، هدف مذهل من لاعب مذهل في نهاية مذهلة. شوف اللقطة من جديد، شوف الهدف الجميل، شوف التسديدة على الطاير، شوف هذه اللقطة الجميلة كيف راحت، كيف ضربت الشباك. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. بيلينغهام، لوكا مودريتش يتقدم للأمام، والكرة يوقفها حارس المرمى بكل سهولة، والتدخل الناجح هنا في الاعتراض. بيلينغهام الآن مع مودريتش، لوكا مودريتش يملك خيارات كثيرة، فرصة أمام فينيسيوس، الله على التنفيذ، فعلها من جديد، سجل مرة أخرى، لا أحد يستطيع إيقافه هنا. شوف الإعادة من جديد، انظر إلى هذه الصاروخية، لا تصد ولا ترد، بالتأكيد ليس لمتعتها حد. انظر وشاهد، وضع كل قوته في هذه التسديدة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء.
فينيسيوس الآن مع رودريجو، بيعدي فيها، بيمر، بيعدي. انطلاقة كانت مبكرة بعض الشيء وبالتالي تسلل موجود. فالفيردي، توني كروس، كرة عند بيلينغهام، وصلت لرودريجو، وصلت إلى فينيسيوس، كرة خطيرة. الكرة ما كانت صعبة على حارس المرمى، يرتمي ويتصدى بدون أي مشاكل. زيلينسكي، أوسيمان، رحماني، والآن وصلنا لختام أحداث الشوط الأول. الحكم يطلق صافرته معلنا بداية شوط المباراة الثاني لهذا اللقاء. زيلينسكي، فالفيردي، توني كروس، فينيسيوس جونيور، فينيسيوس، المساحة أمامه في هذه اللحظات. الكرة ترتد من الحارس وما زالت في الملعب الآن. فرصة كبيرة مع لوكا. الفارق يتسع، الهدف يسجل ويوصل إلى 3 أهداف. يا له من هجوم. شوف اللقطة، شوف الإعادة، يا سلام على الإبهار. تحت ضغط كبير لكن بقوة، لكن بمهارة، عرف كيف يضرب الكرة في المرمى رغم كل المضايقات. 3 أهداف مقابل لا شيء هي النتيجة الحالية. تقدم مريح جدا ب3 أهداف كاملة. كرة بيتغير اتجاهها إلى خارج الملعب، رمية تماس. ماتيو بوليتانو، دي لورينزو، أنغويسا، الآن تصل المساندة بالنسبة له، بتروح إلى كفارة سيخيليا، تشتيت من ألابا، تبديلين على دفعة واحدة من ريال مدريد. أوسيمان، كرة هدف الآن. مستحيل، مستحيل. هذه كلمته وعلى الجميع الاستماع. هذه بصمته وعلى الجميع الوقوف. هدف يسجل الآن. النتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. كامافينجا، ماتيو بوليتانو، أنغويسا، بوليتانو، صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. 9 دقائق ويطلق حكم المباراة صافرة نهاية اللقاء. ستانيسلاف لوبوتكا. تلعب الدقائق الأخيرة من المباراة الآن، وريال مدريد يلعب بكل أريحية لأنه في طريقه لتحقيق انتصار مريح. الطرف الأفضل في هذه المباراة بوضوح، أداء قوي هجوميا وواضح الالتزام داخل صفوف الفريق، وبالتأكيد فوز مستحق بعد هذا الأداء الرائع الذي شاهدناه حتى الآن. الحكم يطلق صافرته معلنا نهاية المباراة. Ladies and gentlemen, I'm putting the greatest been a cracking game of football. Now let's all enjoy safely on the way home. Thank you very much for coming. Bye-bye.
مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، في ليلة رائعة نترقب فيها مباراة اليوم وننتظر ونتوقع منها الكثير. كالعادة سأكون معكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، واليوم موعدنا مع مباراة الذهاب لدور 16 من هذه المسابقة. الملكي ريال مدريد يواجه ايندهوفن. اليوم تبدأ حسابات التأهل لربع النهائي بين مواجهتي الذهاب والإياب. تكون ضربة البداية في الذهاب هي المؤشر ببداية التنافس حسابيا بحسابات التأهل أو رياضيا في الملعب وبين اللاعبين. لوكا مودريتش، كرة عند بيلينغهام، رودريغو في الوقت المناسب يتدخل ويقطع الكرة. فاول على ريال مدريد. بيلينغهام، رودريغو، وصلت لفينيسيوس، هنا إلى رودريغو، يأتي الهدف سريعا. الآن الاحتفال بافتتاح النتيجة ونحن في انتظار المزيد. نشوف إعادة الهدف، نشوف روعة التصويبة، نشوف القوة في التسديدة، وضع في الكرة كل قوته حتى لا يعطي للحارس أي فرصة في إيقافها. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. رودريغو، هذه فرصة هدف، وجدت طريقها إلى المرمى. يأتي الهدف ليوسع الفارق إلى هدفين الآن. شوف الهدف من جديد، التمركز والتحرك في المكان والتوقيت، يضع الكرة في الشباك ولا يترك مجال لحارس المرمى للتصدي. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. لوكا مودريتش، رودريغو، تدخل ممتاز هنا ويعترض الكرة. فينيسيوس جونيور، ملعوبة إلى دي يونغ، الكرة تخرج إلى ضربة مرمى. كارفاخال، الآن مع مودريتش، رودريغو، المساندة تأتي من الزملاء. فالفيردي، اعتراف ناجح للكرة في هذا التوقيت. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع. تنطلق الآن الصافرة معلنة عن نهاية شوط المباراة الأول. ضربة البداية مشاهدينا للشوط الثاني بصافرة حكم اللقاء. رودريغو، فينيسيوس، الكرة في الشباك، راحت ودخلت واتسع الفارق أكثر وأكثر وأصبحت 3 أهداف. ها هي إعادة الهدف الجميل مرة أخرى. شوف الإنهاء الممتاز، نشوف كيف تم وضع الكرة داخل الشباك رغم حجم الضغط الموجود في اللعبة. ثلاثية ثقيلة الآن، هدف ثالث يوسع الفارق في هذا اللقاء. كارفاخال بتروح إلى لوكا،
ملعوبة إلى كروس، واضح لديه ثقة في التقدم إلى الأمام. فرصة أمام رودريغو. توني كروس الآن مع فالفيردي. الكرة في المرمى، الفارق يتسع ل4 أهداف. أي أداء هجومي خيالي في هذه الليلة. وهنا إعادة الهدف. شوف القوة في التعامل مع الموقف، ضغط كبير لكن بدون تأثير على الإنهاء. هذه هي الجودة الكبيرة في كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف. ريال مدريد يستعين بدكة الاحتياط الآن. هدف يوسع به الفارق، نتيجة ثقيلة جدا، 4 أهداف مقابل لا شيء في المباراة. بيلينغهام، ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. الله على التدخل. تصويبة افتقدت إلى الدقة ومرت بالسلام على المرمى. تغيير الآن في مصلحة ريال مدريد. سيرجينيو ديست، تدخل ممتاز لاستعادة الكرة. فينيسيوس جونيور الآن خطيرة مع كامافينجا، والتسلل موجود هنا وقرار صحيح. أين التفاعل مع الهجمة؟ أين الحس الهجومي؟ أين التمركز الصحيح؟ هذه أبجديات كرة القدم. يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة مشاهدينا، مما يعني بأن الأفضلية لمصلحة الميرينجي في مباراة الإياب. النتيجة الكبيرة اليوم تجعل الكثير يعتقدون بأن الأمور قد حسمت. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا في كل مكان. أجواء جميلة جدا هنا، ونتمنى بأن تكون مباراة رائعة كذلك. واسعد بصحبتكم محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق، وموعدنا مع لقاء إياب ثمن النهائي من البطولة. فريق ايندهوفن في مواجهة الميرينجي ريال مدريد. في مباراة الذهاب كان الانتصار كبير لمصلحة ريال مدريد. بطاقة التأهل واضح تبدو محسومة في رأيي، إلا إذا شاهدنا ريمونتادا غير عادية وغير متوقعة. رودريغو، تحرك اللاعبين في الخط الأمامي. لوكا مودريتش يفقد الاستحواذ. يسير بالكرة باتجاه المرمى. فرصة متاحة، كرة لم تكن صعبة، التصدي كان في الموعد، ارتماء ناجحة. بكل ثقة يتقدم الحارس للإمساك بالكرة. ديفيد ألابا، لوكا مودريتش، كرة عند بيلينغهام. محاولة لوضع الكرة في المرمى.
والهدف يأتي، الضغط مستمر، الإصرار على الهجوم، أخيرا الكرة في المرمى، هدف مستحق، مجهود كبير من الفريق حتى الآن في هذا اللقاء. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. تدخل دفاعي قوي وافتكاك لهذه الكرة في المناطق الخلفية. تتحول السيطرة هنا. ريال مدريد يستعيد الكرة. توني كروس يملك خيارات كثيرة. لوكا مودريتش وصلت لبيلينغهام. الآن مع رودريغو. دقيقة واحدة فقط من عمر الوقت بدل الضائع في مباراة اليوم. ركنية لمصلحة الميرينغي. ضاعت الكرة، كيف حدث هذا؟ لكن التسلل موجود هنا، لعبة فيها التسلل، وفي رأيي يجب التسجيل حتى عند الشك في وجود حالة التسلل. شوط أول ينتهي ونتجه. نتواصل مع حضراتكم مع انطلاقة ضربة البداية لشوط المباراة الثاني. فينيسيوس جونيور، بيلينغهام، توني كروس، حارس المرمى يقوم بالمطلوب، يتصدى لهذه الكرة، يبعد الخطورة. ضربة ركنية لريال مدريد. الله الله، لابد أن يكون هو، ومن غيره يفعلها. الله على النهاية، على الأسلوب، هدف يحرك المرمى. نتابع الآن إعادة الهدف، والكرة اللي أرسلت عرضية ورأسية رائعة، لم تترك لحارس المرمى أي فرصة للتصدي. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. يتخلص فيها من المدافع اللي كان مكلف بمراقبته. لوكا مودريتش، رودريغو، بيلينغهام. تغير الوضع بعد أن بدأ الفريق يستحوذ على الكرة وأصبح هو المسيطر. وصلت لفينيسيوس من مسافة بعيدة. شوف اللقطة، شوف الكرة، صعب جدا دخول هذه الكرات. لوك دي يونغ، لوكا مودريتش، رودريغو، ملعوبة إلى كروس. بيلينغهام، الآن مع رودريغو. سهلة جدا تصل لحارس المرمى. شوف التصويبة اللي كانت من مسافة بعيدة، ينجح في إبعاد الخطورة. دفاع حديدي، خلصوا الكرة وأوقفوا المحاولة. والآن مع فينيسيوس. هذه هي صافرة النهاية مشاهدينا. ريال مدريد ينجح في حسم المواجهة ويتقدم للدور المقبل.
أعزائي المشاهدين، تحية طيبة أينما كنتم. ليلة جميلة هنا في ملعب المباراة وأجواء جميلة وطقس مثالي. معكم فارس عوض من كابينة التعليق في تغطية مباشرة لهذا اللقاء ولحظات على انطلاقة مباراة الذهاب للدور ربع النهائي. الملكي ريال مدريد يواجه البي اس جي. الحماس والقلق والحسابات وكل شيء هنا من أجل نصف النهائي، لكنها اليوم 90 دقيقة فقط، ليست حاسمة لأن الحسم سيتأجل لمواجهة الإياب مهما كانت نتيجة اليوم، لكن بالطبع ما سيحدث اليوم سيؤثر على ما سيحدث في الإياب. بيرلا ميندي، كرة تصل لميليتاو، كرة عند بيلينغهام، رودريغو الآن مع فالفيردي، عند الفرصة تصدي للقطة هنا، لكن اللعب في الملعب كان ممكن يستغلها ويسجل الكرة بعد ذلك إلى ضربة مرمى. فالفيردي، الهجوم الآن من جانب فيني واللي ينتظر من الكثير، كان بالإمكان أحسن مما كان. الكرة بتتخلص في هذه اللحظات. لوكا مودريتش، رودريغو، فينيسيوس وفيها خطورة. أوهو، هدف الافتتاح، التقدم يأتي، الشباك تتحرك، وهنا إعادة الهدف. شوف القوة في التعامل مع الموقف، ضغط كبير لكن بدون تأثير على الإنهاء. هذه هي الجودة الكبيرة في كيفية التعامل مع مثل هذه المواقف. استئناف اللقاء مرة أخرى، البي اس جي تحت ضغط العودة في النتيجة. نوردي موكيلي، كرة بتتخلص بشكل ممتاز. فالفيردي، لوكا مودريتش، فينيسيوس، هجمة مع ريال مدريد لكن تفشل هذه المحاولة. من المهم جدا التركيز في الثلث الأخير. لوكا مودريتش، والآن مع فينيسيوس وفيها خطورة. الله على هذا الهدف، هدف يؤكد التفوق ويوسع الفارق لهدفين. هدف بمجهود فردي حقيقة، توغل، تقدم، استغل المساحات، عدم انضباط المدافعين، توج جهوده في النهاية، وضع الكرة في الشباك. هدف رائع بمجهود غير عادي. إذا عودة للمباراة مشاهدينا الكرام، والنتيجة الآن هدفين مقابل لا شيء. فالفيردي، ريال مدريد يفقد الاستحواذ الآن. ماركو أسينسيو، بيلينغهام، فينيسيوس، رودريغو، كرة عند بيلينغهام، يتقدم بالكرة، راح فيها. والآن وصلنا لختام أحداث شوط المباراة الأول مشاهدينا. ضربة بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء مشاهدينا. البي اس جي عانى كثيرا في الشوط الأول ويحتاج إلى تغيير الكثير في الشوط الثاني. ماركو أسينسيو، كرة بتتخلص بعد تحرك ممتاز من اللاعب. رودريغو، فينيسيوس جونيور، تدخل سليم في اللقطة، بيخلص الكرة، بيبعد الخطورة. كيليان مبابي، فيتينيا، هنا مع عثمان ديمبلي،
هذه فرصة هدف، يقلصون الفارق ويعيدون الأمل ويبقون على الحظوظ. نشوف الهدف مرة أخرى، شوف الكرة كيف اللعبة، كيف كانت على وشك الارتطام بالعارضة، الكرة راحت مباشرة أسفل العارضة وضربت الشباك. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. بيلينغهام، لوكا مودريتش، والآن مع فينيسيوس، فرصة أمام فينيسيوس، مستحيل الكرة في المرمى، الهدف يأتي وريال مدريد بفارق الهدفين الآن. شوف الهدف مرة أخرى، يا له من إنهاء، يا لها من كرة رغم الضغط الكبير على الكرة، لكن تعامل ممتاز وبشكل قوي وبدون تردد. النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدف وحيد، والكرة تعود إلى من نقطة البداية. ربع ساعة تفصلنا عن نهاية اللقاء. سهلة جدا تصل لحارس المرمى، شوف التصويبة اللي كانت من مسافة بعيدة. ماركينيوس، إمري لم يتمكن من الحفاظ على الكرة. فينيسيوس جونيور، رودريغو، بيلينغهام، توني كروس، خيارات متاحة أمام توني كروس للعب. تصويبة كانت من مسافة بعيدة بدون أي خطورة على حارس المرمى. صافرة نهاية المباراة وأفضلية الآن بحوزة ريال مدريد للانتصار في مباراة الذهاب. مباراة كبيرة اليوم في موقعة الذهاب، وتقدم مريح يجعل الفريق متفائل قبل خوض موقعة الإياب. مهم جدا تكرار سيطرة اليوم على المباراة الأخرى من أجل ضمان التأهل للدور القادم. مساء الخير أحبتي الكرام في كل مكان، ليلة جميلة هنا، أجواء مثالية، كل شيء يبدو رائع في كرة القدم بانتظار ضربة البداية. معكم فارس عوض من كابينة التعليق، ولقاء إياب ربع نهائي الكاس على بعد لحظات من الآن. فريق باريس سان جيرمان يواجه فريق ريال مدريد. الضيوف يلعبون اليوم من أجل حماية أفضليتهم البسيطة في مباراة الذهاب، وأمامهم الكثير يقدمون في مباراة اليوم قبل حسم الأمور لمصلحتهم. مواجهة تبدو فيها الاحتمالات كثيرة، وأصحاب الأرض عندهم عاملي الأرض والجمهور، وبالتأكيد البحث عن العودة وخط بطاقة التأهل. إمري، تحرك اللاعبين في الخط الأمامي، كرة بتلامس اللاعب تتحول إلى خارج الملعب رمي تماس. دفاع قوي وتدخل لافتكاك الكرة. والضغط العالي يستمر واستخلاص لهذه الكرة الآن. بيلينغهام، توني كروس، كرة سهلة تصل لدوناروما. فينيسيوس جونيور، المسافة بعيدة لكن اختار يجرب، شوف التسديدة القوية، لكن لقطة كانت بعيدة تخرج في هذه الصورة بدون أي خطورة. ماركو أسينسيو، ما زالت الكرة في الملعب، تنتقل السيطرة للمنافس.
إمري، تمريرة تفتقد للدقة وتخرج إلى خارج الملعب، رمية تماس. إذن فالفيردي الآن مع مودريتش، كرة مع فالفيردي، وصلت إلى فينيسيوس، وصلت لرودريغو، حلوة من الدفاع، خلصها وافتك الكرة، يحصل على المساندة في هذه اللحظات. تفكير وبحث عن فرصة في هذه اللحظات. سيء اللقطة الماضية، الظروف ما كانت مناسبة للتسديد، كان ممكن يشوف حلول ثانية، كان ممكن يفكر بالتمرير على الأقل. عثمان ديمبلي، حكم الساحة يشير إلى الحكم الرابع لإضافة 3 دقائق. مبابي، صلابة دفاعية، خلص الكرة بمهارة كبيرة. والآن وصلنا لنهاية أحداث الشوط الأول من المباراة. الشوط الثاني يبدأ بأقدام لاعبي ريال مدريد. الكرة تصل لكارفاخال، تدخل ممتاز يبعد الخطورة. ماركينيوس يبعد الكرة، وصلت لرودريغو، وصلت لبيلينغهام، فيتينيا، تدخل قوي حاسم لاستعادة الكرة، انطلاقة سريعة بالكرة يتقدم فيها. إمري، ماركو أسينسيو، رودريغو، هرنانديز، إمري، فيتينيا، كرة بتنقطع الآن من كارفاخال. فيتينيا، توني كروس. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. بيلينغهام يتحرك ثمينة ويفتح اللعب ويطلب الكرة. فيتينيا، ميلان سكرينيار، ماركو أسينسيو. هذه كرة هدف الآن. الفرصة مستمرة هنا، هدف يشعل المباراة في الوقت المتبقي. ما زالت الإثارة مستمرة حتى الصافرة. هدف أول في المباراة، تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. دقيقتين فقط ويعلن حكم المباراة. يطلق الحكم صافرة النهاية، معلنا مرور ريال مدريد إلى الدور المقبل لهذه البطولة الأوروبية. خسارة اليوم ما أثرت على تأهل الفريق، لكن يجب بأن تؤثر على المدرب، ويجب بأن يدرس مباراة اليوم جيدا. أهلا بكم مشاهدينا متابعينا الكرام في كل مكان وسط هذه الأجواء المثالية في كرة القدم. محدثكم فارس عوض معلقا على هذه المباراة. مباراة كبيرة نشهدها اليوم في سيمي فاينل الويفا تشامبيونز ليج. الملكي ريال مدريد ضد بايرن ميونخ. قلق طبيعي جدا لدى الفريقين، الكل يبحث عن الفوز والوصول للمباراة النهائية بعد خوض مشوار طويل في هذه البطولة. الآن لعبة الأعصاب على مباراتين، من ينجح في تركيزه، في هدوءه، في ثباته، حتى يصل إلى مباراة الإياب بأوضاع مناسبة. بيلينغهام، فينيسيوس جونيور،
انطلاقة هجومية لريال مدريد. فرصة أمام رودريجو. الكرة في المرمى. هدف أول في السيمي فاينل. المباراة تشتعل. التأهل للنهائي أصبح على المحك والأجواء أكثر إثارة. نشاهد لقطة الهدف من جديد. نشاهد كيف راحت الكرة بهذه القوة وكيف استقرت في الشباك. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. بيلينغهام. كرة مع فالفيردي. فينيسيوس. فرصة هدف محقق. سفين أوريخ يتصدى. الآن مع رودريجو. فرصة أمام رودريجو. يا رب، يسجل من جديد ويضرب مرة أخرى في الشباك ويسجل ثنائية ويقدم أداء كبيرا. الله على هذا الهدف. شوفوا تابع كيف دخل. شوف التسديدة الجميلة. هذه الدقة توضح حجم المهارة في تسديد هذه اللقطة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا. النتيجة الآن 2 مقابل لا شيء. هاري كين. تدخل ممتاز لاستعادة الكرة. رودريجو. فينيسيوس جونيور. دي ليخت. كيميتش. لورو الثاني. كومان. من جديد ضاعت الكرة من البايرن. فرصة لتقليص الفارق بكرة خطيرة. يا الله على كرة من مسافة قريبة، لكن انظر إلى كيبا. الله على الاستثناء في التصدي الخيالي. يا سلام، خلص الكلام. كرة بالكعب بتروح في المرمى بكل مهارة. الله على الإبداع. نشوف الهدف من جديد. تعامل رائع مع الضغط، تحمل ومحافظة على الثبات ولا يؤثر على وضع الكرة في داخل المرمى. هدف جميل جدا. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. توغل هجومي يعطي الفريق العديد من الحلول، وضاعت الفرصة وراحت معها الخطورة. في هذه الأثناء تعلن الصافرة عن نهاية الشوط الأول. Coming up half time, don't forget we'll be having the Lucky Raffle and also don't forget the Lucky Program draw. ضربة بداية الشوط الثاني من المباراة. البايرن متأخر في النتيجة ويحتاج إلى هدف للتعادل. موسيالا. فينيسيوس جونيور يتدخل هنا في توقيت مثالي ويعترض الطريق. جمال موسيالا. وصلت إلى موسيالا. بيلينغهام. رودريجو. بيلينغهام. وصلت إلى فينيسيوس. فرصة أمام رودريجو. ممتاز حارس المرمى، تألق وثبات وروح وإصرار، والكرة فيها إمكانيات كبيرة. وصلت لرودريجو. سفين أوريخ يتصدى. فينيسيوس. والآن مع فينيسيوس. فينيسيوس وفيها خطورة.
سانيه، ملعوبة إلى هاري كين، ملعوبة إلى لوروا سانيه. يستعيدون الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. فينيسيوس، فرصة أمام رودريغو، ضاعت التسديدة تخرج بجوار القائم، كانت فرصة خطيرة. تبديل يتم الآن في صفوف نادي بايرن ميونخ. دي ليخت، 7 دقائق فقط وتنتهي المباراة. ممتاز كروس في استعادة الكرة. يا سلام على هذه الجماهير، انظر إلى المدرجات، استمع إلى الأهازيج، إلى التشجيع، شوف المعنويات كبيرة بالنسبة للاعبين في أرضية الملعب. دقائق قليلة تفصلهم عن النهاية. الحكم يطلق صافرة نهاية المباراة معلنا فوز ريال مدريد في مباراة الذهاب. دائما المباريات في السيمي فاينل مساء الخير أحبتي الكرام في كل مكان. ليلة جميلة هنا، أجواء مثالية، كل شيء يبدو رائع في كرة القدم بانتظار ضربة البداية. من كابينة التعليق تحياتي محدثكم فارس عوض. لحظات تفصلنا عن انطلاقة مباراة إياب نصف نهائي الكاس. فريق البايرن في مواجهة الميرينج ريال مدريد. الضيوف لديهم أفضلية في مباراة الذهاب، لكن الأمور لم تحسم، وأكيد المواجهة الحاسمة اليوم صعبة بالتأكيد، وأصحاب الأرض عندهم القدرة لقلب المعطيات، خاصة بين جماهيرهم وعلى أرضية ميدانهم. جوشا كيميتش، كرة تصل إلى لوروا سانيه. ديفيد ألابا، فالفيردي، فينيسيوس، بتروح إلى لوكا. لعبة هجومية متاحة، خيارات كثيرة في الأمام، لكن خلاص انتهت. كان هنالك فشل في استغلال الفرصة. جمال موسيالا، رودريغو، الآن مع فالفيردي، فرصة لوضع الكرة في الشباك. عدت، مرت، التقدم يأتي، هدف الافتتاح، يشعلون الأجواء. يا الله على هذه البداية. شوف إعادة الهدف، مرور جميل من المدافع، لكن المميز في الهدف كيفية التعامل مع ضغط الخصم قبل لعب الكرة في الشباك. أظهر قوة كبيرة في اللقطة. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. فينيسيوس، رودريغو بيعدي وبيمر بالكرة، الخطورة مستمرة. يا الله، ركلة الجزاء، حكم المباراة يحتسب هذا الخطأ. إذا تم فرصة كبيرة مع لوكا، يلعب ضربة الجزاء بثقة في المرمى. نشاهد لقطة الهدف من جديد، نشاهد كيف راحت الكرة بهذه القوة وكيف استقرت في الشباك. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن 2 مقابل لا شيء. فينيسيوس جونيور، فالفيردي، كرة عند بيلينغهام، تحرك اللاعبين في الخط الأمامي، لكن تروح الكرة وبتضيع الفرصة. ديفيد ألابا، فالفيردي، سانيه، هاري كين، كرة مستمر، هاري كين ومحاولة الآن، تدخل يأتي، فرصة بتضيع في التوقيت المناسب. ضربة حرة لريال مدريد. ألابا، كرة مع فالفيردي،
الحكم يعلن عن إضافة دقيقة واحدة كوقت بدل ضايع. مع صافرة نهاية الشوط الأول نستمع إلى أصوات الجماهير الغاضبة على قرار حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء. الشوط الثاني ينطلق من عند الريال. رودريغو الآن مع فالفيردي، بعيدة جدا عن المرمى، تسديدة قوية من مسافة بعيدة لكن بدون دقة، بدون تركيز، بدون أي خطورة. تبديل لمصلحة ريال مدريد. دي ليخت يفقد بايرن ميونخ الكرة في هذه اللحظات. تشتيت رائع للكرة هنا. هاري كين، فقدان للكرة من جانب ميليتاو. تشاوميني، رودريغو، فينيسيوس. هذه كرة هدف. تصدي هنا لكن دون إبعاد للكرة. امساك للكرة بعد تصدي جديد. هاري كين، ميليتاو، تشاوميني، ملعوبة إلى كارفاخال. ربع ساعة على نهاية أحداث اللقاء. شوف المساندة، شوف طلب الكرة من الزملاء. الفرصة ما زالت قائمة بعد تصدي حارس المرمى. لم يعد هناك تهديد في هذه اللحظات. هاري كين ومحاولة الآن. مستحيل مستحيل. هناك من ينثر السحر، من يرش العطر، من يكتب، من يوزن، من يرسم أجمل اللوحات. الله على هذا الهدف. النتيجة الآن 2-1 والكرة تعود إلى منتصف الملعب. الدقيقة الأخيرة من عمر هذه المباراة. دانيال كارفاخال الآن تصل المساندة بالنسبة له. الكرة من مسافة بعيدة، من الصعب مغالطة حارس المرمى. صافرة نهاية المباراة تعلن تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية. الكثير كان على المحك اليوم في مباراتي السيمي فاينل. الوصول للنهائي جاء بعد أن حبس الجميع أنفاسه هنا. مواجهة كانت